عليكم ورحمة الله وبركاته. أبطال أولى وتانية وتالتة ثانوي، النهاردة هحللكم أكبر مشكلة في حياتكم ومع أدائكم في الإنجليزي، اللي هي مشكلة الترجمة. واحد يقول لي مستر أنا ما بعرفش أترجم، واحد يقول لي أنا بكره الترجمة، أنا ما بعرفش أحفظ كلمات وما بعرفش أترجم، أنا ضعيف في الترجمة. دي كلها حاجات هتتحل في الفيديو ده بكل بساطة وبكل سهولة. المرجو من الفيديو إنك تعرف تقفل أسئلة الترجمة وتاخد الدرجات بتاعتها، تمام؟ علشان الأمانة العلمية إنك تعرف تاخد الدرجات. لكن هل هتتعلم ترجمة؟ لا. لو انت جاي عشان تتعلم ترجمة فاطلع، انا بقول لك اطلع من الفيديو ما تكملهوش. ولو انت عايز درجات الترجمة فانت لازم تكمل الفيديو. اللي انا اقصده انك تعرف تحل الترجمة بدون ترجمة، هو ده سحر؟ لا سحر ولا شعوذة. تعال نبص على المثالين اللي قدامنا وانت هتعرف تحل لوحدك بعد كده ان شاء الله. اول حاجة انا بعملها لازم اقرأ، هل هو عايزني اترجم من العربي للانجليزي ولا من الانجليزي للعربي؟ فهو بيقول لي choose the correct Arabic translation، يعني عايزني اترجم من الانجليزي للعربي، تمام؟ اول حاجة اعملها اشطب الانجليزي، اول حاجة اعملها اشطب الانجليزي خالص، ماليش علاقة بالانجليزي. اديني كده شطبت الانجليزي كله اهو. يلا انجليزي امشي. امال هترجم ازاي؟ بص بقى يا باشا، هتبدأ تقرأ وتقارن وتحذف، تبدأ وتقارن وتحذف، تقرأ وتقارن وتحذف. اول حاجة تعتمد التعاسة، تعتمد السعادة، تعتمد السعادة. اول حاجة مختلفة دي التعاسة، تمشي المختلفة تمشي. نكمل. تعتمد السعادة وسلام العقل وراحة البال التانية تمشي، وسلامة العقل تمشي. تعتمد السعادة وراحة البال على القدرة على التحكم في أفكار الإنسان وإرادتها. ويجب على المرء أن يتجنب ما قد يؤذيه. يبقى أنا كده عندي الاختلاف فين؟ عندي الاختلاف في ما يؤذيه وما قد يؤذيه. أعمل إيه؟ أروح للي حذفته وأقارنه مع اللي ما حذفتوش لسه. اللي حذفته فيما يؤذيه، إذن ما يؤذيه هي الصح. يبقى أنا الإجابة بتاعتي الإجابة رقم د، اللي هي تعتمد السعادة وراحة البال على القدرة على التحكم في أفكار الإنسان وإدارتها، ويجب على المرء أن تتجنب ما قد يؤذيه. نمسح الكلام ده علشان نقارن الانجليش باللي احنا اخترناه ونشوف هل اخترنا صح ولا غلط. انت طبعا مش هتعمل ده، انا عشان بس اكد لك. happiness and peace of mind depend on، تعتمد السعادة وراحة البال peace of mind راحة البال on the power على القدرة of controlling one's thoughts التحكم في أفكار الإنسان أو المرء and directing them. One has to avoid what is painful، ويجب على المرأة أن تتجنب ما قد يؤذي. طيب ده كده لو قال لك ترجم من الانجليزي للعربي. طب لو قال لي ترجم من العربي للانجليزي هتعمل ايه؟ اول حاجة تمسح العربي. يلا يا عربي مع السلامة. كده انت طيرت العربي. اعمل ايه؟ ابدأ قارن. some people prefer the simple, the hard, the simple. مع السلامة the hard غلط، مع السلامة the hard غلط. كمل.
and healthy life of the country. Unhealthy life of the country. unhealthy unhealthy غلط. unhealthy غلط، مختلفة. unhealthy يبقى مع السلامة C. يبقى احنا بنقارن بين A ودي دلوقتي. where they enjoy the fresh pollet. يبقى انا كده عندي المختلف بين fresh و pollet. fresh country و polluted country. اعرف منين؟ قارن مع اللي حذفته في fresh، يبقى انا الاجابة بتاعتي الاولى. يعني الاجابة الصح رقم A. الاجابة الصح رقم A. احذف العربي علشان اتأكد. تعالى كده عربي. يفضل بعض الناس حياة الريف البسيطة والصحية حيث يستمتعون بهواء الريف النقي وجمال الطبيعة. Some people prefer the simple and healthy life of the country. فعلا يفضل الناس حياة الريف البسيطة والصحية حيث يستمتعون بهواء الريف النقي وجمال الطبيعة. Where they enjoy the fresh country air and the beauty of nature. يبقى فعلا الإجابة ايه؟ هي الصح. يبقى انت كل اللي انت بتعمله انك بتحذف الجملة اللي بيقولك ترجم منها ليها، وبعد كده بتقارن الاختيارات، تحذف المختلف. بعد ما تحذف المختلف هيتبقى لك 2، اكيد في واحدة منهم الصح. تبدأ تقارن اللي حذفته مع اللي موجود معاك توصل للإجابة. يبقى انت كده حليت الترجمة بدون ترجمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.